شغلتك ما زلتش هيك ليه؟ از دایکا شهیده کیمی از دایکا گریلا کا سریت یمی و از دایکا ثمانية خو عمري من 6 سالي از دخوازم از سروکی خو نتحسا ایمرانیت ببینم از دخوازم بری مرنکه اموی ناف خو ببینن اموی حمیز بکن زیانک آزاد زیانک خوش ام هبدور بکن ام هبدور ببینن جبو سروکی خو محرتش دویستان دی اوای رسالامي وقش بخوينن محرت شتي قدلي مدى مشان دي سروكي خور بس ارتيكا زحمه وزور سروكي ما بتجديد بيسر سروكي مراكن حمي دولتين عم تويد بينن وسروكي ما دور تاچار ديوار دي ام كأم ملت ام دايكي الشهيده ام دايكي جريلا ام بيتشتي قد سروكي خو قبولناك دبي اف دولتاني نعم نتوي قش دستي خو بدين دستي ما وسروكي ما حرصا امراري درخينن ومدنا خد ببينن البيستو 6 سال تعفيم الامراري بس ايدي بس صالا اف صالا دبي سروكي ما بين ما وسروكي خو ببينن ام سروكي خو حميز بكين مع حقوا سروكي لدنياي قش ما الا سروكي ما واردوغان تعبي خبر ما داعي وسروكي ما بقرتم قرتي بيستو 6 سال ويقرتي جبوتشي ام بيتشتي قد قبولناك بما داعي كي شهيدا ما باب قبولناك دبي سروكي ما بي بردان دنا مدبي ام يدافعوا ببينن ام داخوازي سروكي خون حيا روق عمري ما ذهبي ام داخوازي يدكنوا ام داخوازي سروكي ما بيدنا مدبي ام يبينن القائد الذي رضي بالسجن ولم يرضى بالظلم ولم يخضع للذل، يعني الذي بقي سنين سجين الجسد ولم يكن سجين الفكر. تحية لمن كان وما زال قدوة لنا في مواجهة الظلم والاستبداد، ومن علمنا الدفاع عن حقوقنا وحقوق غيرنا من النساء، لمن هو قائد الإنسانية دون تمييز الجنسي والدين والمذهب، ولم يرضى أن يكون كغيره مشغول بنفسه، بل كان كل تفكير الشعوب التي تناضل من أجل بناء حقوقها عهدا ستكون قدوة لنا في مواجهة الظلم، وسنكمل المسير حتى نرى العدل يعم جميع الشعوب. أنه القائد هو قدوة للإنسانية أجمع، يعني القائد هو صحيح من المكون الكردي بس هو يخصنا كعرب، لأنه هو قائد الإنسانية بشكل عام دون تمييز الدين الجنس المذهب، دافع عن كل العالم بشكل عام وخصوصا حقوق المرأة. المرأة لما ندافع عنها ما خص المرأة الكردية، دافع عن حقوق المرأة بشكل عام كل المجتمعات. فاليوم نحن لما نشوف إنسان همه الناس مو مثل بعض القادة اللي همها منصبها في شيء طبيعي نحن نحبه يكون قدوة لنا بغض النظر عن دينه أو جنسه أو أي مكون هو منه. هو قائد للإنسانية أجمع. فاليوم كمرأة لما نشوف قائد يدافع عن المرأة ويدافع عن الناس المظلومة بشكل عام، ما يهمه منصبه وهسه مسجون وضمن السجن، تفكيره بالشعوب اللي برا مظلومة وقام يدافع عن حقوقها في شيء طبيعي نحن نحبه ويكون قدوة لنا. كثار من القادة اليوم اللي بشكل عام همها منصبها وكرسيها هي اللي مكانها سجن، لأنه ما يهمها شعبها. القائد إذا ما يهمه شعبه قبل كل شيء هو مو قائد. نتمنى انه هو يكون خارج السجن ونلتقي به، لانه مو مكانه السجن، مكانه يكون بنص الشعوب اللي هو دائما يدافع عنها والشعوب اللي بدأ تضحي في سبيله، لانه هو فعلا قائد حقيقي مو منافق ولا هم منصبه. يعني يكفي هالسنين اللي مسجونها هو وضمن السجن يفكر بالشعوب اللي برا، بينما بكثار مسؤولين موجوده على مناصبها وهم حالها ما يهمها الناس.
ميرسي كثير لسارة.